مرحبا بالكتابة الجهوية لشريعة العدالة الوطنية. نرحب بكل من يحضر معنا اليوم في هذه الندوة العلمية السياسية الفكرية. نرحب بالإخوان أعضاء الكتابة الجهوية لحزب العدالة الوطنية. نرحب بممثلي الهيئات الجمعوية والإعلامية. نرحب كذلك بالسادة طلبة الباحثين في سلكي الدكتوراه والماستر الحاضرين معنا اليوم. نرحب ترحيب خاص بالأطر الحاضرين معنا اليوم. شريعة العدالة الوطنية بجهة سوس ماسة إيمانا منها بضرورة الانخراط في النقاشات الاجتماعية والسياسية الراهنة في وطننا، تنخرط اليوم هذه الشبيبة بجهتنا العتيدة في موضوع تبدو راهنيته اليوم أكثر من أي فترة زمنية مرت. اليوم تقف شبيبة العدالة الوطنية بجهة سوس ماسة في هذه الندوة في شقها السياسي والقانوني والعلمي من أجل مناقشة موضوع مدونة الأسرة بعد 19 سنة على صدورها. نقف اليوم لنناقش عراقيل التنزيل، لنناقش ما سطرته هذه المدونة على أرض الواقع، لنناقش العقبات التي عرفتها هذه المدونة في الواقع المغربي. نناقشها من الجانب السياسي، نناقشها من الجانب الفقهي ومن الجانب القانوني. النقاش نفتحه اليوم في مجموعة من النقاط التي استطاع مجموعة من الأطراف الاتفاق على بعضها والاختلاف على جلها. اختلف الأطراف كل من موقعه، اختلف الأطراف كل من موقفه، اختلفت وتضاربت آراؤهم حول مرجعيات التي نتبناها من أجل تنزيل هذه المدونة. اختلفت مواقفهم حول مرجعيات دولية أم مرجعيات إسلامية، أم المفاضلة بينهما أم ملائمة إحداهما بالأخرى. اختلفت آراؤهم حول مصطلحات عديدة: الولاية الشرعية والنفقة والإرث والمساواة والتمييز، ومصطلحات غالبا ما نسمعها في منابر عديدة، منابر مجتمعية، منابر إعلامية ومنابر سياسية. نأتي اليوم في هذه الندوة العلمية لنناقشها من مرجعيات عديدة. تختلف المواقف حسب المواقع، ونحن هنا اليوم بهذه الندوة لنباشر نقاش يطرحه أطر يحضر معنا اليوم كل من موقفه. يحضر معنا اليوم الأستاذ بشير عبدي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بأكادير، له مقالات ومشاركات في مجلات وندوات ومؤتمرات وطنية ومحلية، الوجيز في القانون الجنائي العام ومحاضرات في قانون الأسرة. ويحضر معنا كذلك الأستاذ رضا بوغمازي، نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة الوطنية والدولية. يطرح هذا الموضوع على مسامعنا جميعا الأستاذ بشير عبدي، له الكلمة. شكرا جزيلا السيدة رئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على المتحدث العالمي وعلى آله وصحبه أجمعين، ومشكل صدري وسيء أمري واحمل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السيدة رئيسة، الأستاذ المنزل، الأستاذ المحترمة، أيها الحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته مع حفظ القائد والصفات أيها الطلباء الباحثون الأفاضل، السلام عليكم تعالى وبركاته. إذا يطيب لي أن أتواجد بمعية هذه الشخصية العلمية المباركة لمطارحة بعض الأمور والمباحث المتصلة بمحور من المحاور التي طرحتها السيدة المسيرة والمتعلقة بمرجعيات هذه المدونة وأحكام هذه المدونة. يعني نتحدث عن الأحكام التي تؤثر الأسرة من خلال مرجعيتين مختلفتين، إحداهما هي مرجعية وطنية متصلة بالقانون الوطني، والأخرى مرجعية دولية متعلقة بالاتفاقيات الدولية. إذا نتحدث عن الفقه والقانون، نتحدث عن القانون الوطني على اعتبار أن المقتضيات القانونية المؤثرة لأحكام هذه الأسرة على مستوى الشريعة العامة، ونتحدث عن الفقه الإسلامي. أيضا العديد من العلاقات والروابط التي تؤثر المادة الأسرية في شقها المدني والزجري بشكل عام الموضوعي والمسطرة تؤثره يعني القانون الوطني، والتي تتحدث عن مرجعيتين مختلفتين: المرجعية الوطنية من جهة والمرجعية الدولية. لننظر كيف يمكن أن نفاضل بين هاتين المرجعيتين وموقع هذه المرجعيات
يعني في أو ما مركزها في هذا القانون، وبالتالي كيف يمكن أن يعني نقيم هاتين المرجعيتين وما له من أثر بالنسبة للأسرة وبالتالي أحكامها. كما نتحدث عن المرجعية الوطنية لأحكام الأسرة، هي القانون